السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في قناتي، قناة خواطر دكتور وائل. هنتكلم النهاردة عن موضوع أنا شايف أنه يهم الأسرة المصرية، وهو التربية الخاطئة اللي للأسف جزء كبير من المواطنين. وهنا تاني يا جماعة، أنا لا أستخدم سياسة التعميم في حلقاتي كلها. هتلاحظوا أن أنا ما بقولش الكل، ولكن بقول بعض المواطنين أو بعض الأهالي بيبتدوا أن هم يعملوا ده. هنتعرف على ده، وحضراتكم انتوا بنفسكم هتقولوا اذا كنتوا بتشوفوا حد بيعمل ده او لا. اول حاجة، احنا عايزين نعلم اولادنا الصدق. بس السؤال للسادة المشاهدين، احنا بنعمل ده؟ خلوني اضرب مثل بسيط. لما حد بيتصل بحضرتك وانت مش عايز تكلمه، فبتروح تقول لابنك او بنتك روح قول له بابا مش موجود. وطبعا علشان الطفل طالع لوالده او طالع لوالدته اذكياء، فهيروح يقول له بابا بيقول لك او ماما بتقول لك هو مش موجود. ده هنا علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا. هذا الطفل الصغير اللي هو زي الاسفنجة بيبتدي ان هو يتشرب المعرفة من اهله، لما يبتدوا ان هم يكذبوا ويعلموا الكذب، ويجي يفكر طب بابا موجود وماما موجودة وبيقولوا لي اقول ان هم مش موجودين. يبقى معنى كده لما ابن حضرتك يكبر ويكذب عليك، اوعى تعاقبه، عشان انت السبب في ده. بنشوف ناس بتعمل ده ولا لا؟ هنلاقي ان في جزء من السادة المواطنين بيعملوا ده. ما تيجي نشوف حاجة تانية بعض المواطنين بيبتدوا ان هم يعملوها. لما بنلاقي بعض الناس بتبتدي انها تدي فلوس لابنها او بنتها، وبنلاقيهم كده زي البورس اللي يطلعوا يجروا صغيرين، ويروح يشب للراجل ويقول له هات لي علبة سجاير، عشان يرجع تاني لوالده ويديله علبة السجاير. سؤال وعلامة استفهام كبيرة. حضرتك لما ابنك يشرب سجاير او بنتك، اوعى تعاقبه، علشان انت اللي عودته على ده. الطفل لما يقعد يفكر طب السؤال بابا مديني فلوس قال لي روح اشتري سجاير وبيشربها قدامي، يبقى معنى كده ان بابا بيعمل حاجة كويسة، فحضرتك بتعاقبه ليه وانت اللي عودته على ده. تالت حاجة وبنشوفها في الأعداد، هو حضرتك لما بتيجي عايز تعلم ابنك انه يتكلم، حضرتك بتقول له ايه؟ اقرأ؟ ولا حضرتك بتقول له سوري اشتم عمك، اشتم خالك؟ وبنبتدي كلنا نضحك على ده. طيب هذا الطفل لما ابتدي اعلمه ده وهذا السلوك العدواني والسلوك العنيف، لما الطفل يكبر ويبقى شاب ويقوم بعقوق الوالدين ويضرب اهله ووالده ووالدته واخواته، ما نعاقبوش، لان حضرتك وهو صغير انت عودته على ده. مين السبب في ده؟ الاهل اللي بيعودوا اولادهم على تربية خاطئة، وبيجوا بعد كده يقولوا لا الولد او البنت اتعلم ده فين. اخر حاجة عايز اكلم حضراتكم فيها، هو لما بنيجي ابننا يروح الحضانة او يروح المدرسة او مركز الشباب او النادي، الاب او الام بيقولوا له ويوصوه اللي يضربك اضربه، اللي يشتمك اشتمه. فمعنى كده ان احنا بنعوده على العنف. لا، من المفترض ان احنا نعمل جرس انذار ونعمل وقفة مع النفس، لان احنا للأسف الشديد بنربي اولادنا تربية خاطئة، ولما يكبروا وييجوا اللي هم اتعلموه واللي احنا زرعناه فيهم، لما نيجي نحصده بنقول يا ريت اللي جرى مكان. من فضلكم، في حاجات بسيطة ولكن مؤثرة، وهتأثر على أولادنا فيما بعد، وهتغير مجرى حياتهم. لو حاجة بسيطة عايزين نركز مع أولادنا، عايزين نخلي بالنا من أولادنا عشان نطلع في المجتمع شباب وفتيات صالحين لهذا المجتمع. ربنا يحمي مصر وكل الدول العربية من كل سوء وشر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.